أعتقد سنة ونص. تحدثت بهذا الموضوع وقلت أنه في سوريا إذا جرت الأمور كما تروها الآن، وقراءة مستقبلية هاي اللي شفته بالوضع اللي كان في سوريا، قلت لكم سوريا ذاهبة لحرب طائفية لا محالة. والحرب الطائفية هاي يعني ستأكل الأخضر واليابس وتقسم خريطة سوريا تقسيم كبير جدا. طبعا حاليا عم نشوف المنطقة في الساحل، لكن بدأ العلويين أيضا تحرك في لبنان، والشيعة أيضا معهم تحرك في لبنان أيضا، وفي داخل تركيا أيضا. وشفنا نحن كتير نداءات من المشايخ العلوية اللي موجودين في تركيا، ونداءات أيضا من المشايخ العلوية اللي موجودين في لبنان، وأيضا تحرك كتير من الشيعة اللي موجودين. يعني غريب الأمر أنه يترك العلويين بهذا الشكل. طبعا هنا أنا بتحدث بالسياسة المجردة، ولا أتحدث فيها بما يعني تملي عليه عواطفي أبدا. لكن الغريب بالأمر أنه النظام هذا سقط، نظام الطاغية سقط، وترك أبناء طائفته يعني بشكل غريب. ما كان الأمر هذا متوقع أنه يترك أبناء طائفته من دون تسليح، من دون أي شيء. لهاي الدرجة اللي عم نشوفها يعني الآن، الانتقام بالشوارع، القتل في الشوارع، القتل على الهوية. شفتوا الفيديوهات انتو؟ يعني بيسألوا انت علوي، بيقول له ايه، بيقول له عوي، بعدين يطلق عليه الرصاص. فثمن غالي جدا يعني بيدفعوا طائفة العلوية هون. طبعا هلا بدنا نحكي بالأمور السياسية بهذا الموضوع. طبعا كل من يظن بأنه تنظيم القاعدة العالمي الإرهابي انه ممكن يسوي حكومة فعلا بسوريا وتتجمل هاي الصورة تبعيته، و وإنه يصير حكومة رسمية في سوريا، وحتى لو كان وراهم الأتراك ووراهم بعض الدول العربية كدويلة قطر الإرهابية، أنتم بتكونوا واهمين جدا. وأساسا اللي بيحصل في سوريا هذا كلياته مخطط له، وبدليل أنا اللي ذكرته قبل سنة ونص. فكل من يظن بأنه تنظيم القاعدة بقيادة أبو محمد الجولاني مجهول النسب طبعا، ويذكر أنه هو أحمد الشعار، وطلعت بيت الشعار وبكل وضوح تبروا منه وقالوا هذا مانو منا وما بنعرفه نهائيا أيضا، ومرقوا على هذا الاسم. مثل قصة بنيامين حناني رأفت الهجان، اللي اختارت له المخابرات المصرية اسم من أحد العوائل اللي الشهيرة في مصر، واللي هاجرت إلى المغرب، وتم تصفيتهم عن طريق القوات النازية اللي كانت موجودة في مصر، واختاروا هذا الاسم. نفس الفيلم طبقوه تماما وطلعوا لنا هذا اللي اسمه أحمد الشعار، وهو لا أحمد شعار ولا بطيخ بسمر، هو أبو محمد الجولاني مجهول النسب، زعيم تنظيم القاعدة العالمي الإرهابي، وهذا هو الفرع السوري. وشفتوا انتوا اللي بيقتل السوريين هم هؤلاء الأجانب اللي جاءوا من خارج الحدود، اللي عددهم عشرات الآلاف، واللي دخلوا إلى الساحل الآن ويقومون بالانتقام من أبناء الطائفة العلوية. طبعا نحن بالنسبة لنا كل من تلطخت يده بالدماء السورية نحن نطلب محاسبته، سواء من كانوا شبيحة النظام المجرم القاتل اللي قتل عشرات الآلاف من السوريين، سواء كانوا كرد وعرب، وما ميز حتى من الطائفة العلوية. هذا النظام المجرم ما ميز. يعني شفتوا انتم من صدنايا كثير طلعوا منهم علويين، وطلعوا منهم سنة، وطلعوا منهم كرد، وطلعوا منهم كله. فنحن بالنسبة لنا يعني نعم، نحن مع محاسبة شبيحة النظام اللي أفتكوا بالسوريين، لكن مو بالطريقة هاي. وما بيجي تنظيم إرهابي أوسخ من شبيحة النظام لحتى هو ياخذ حق السوريين. هذا جريمة كبرى هاي اللي بيصير. هلا هاي الانتقامات اللي بتصير هاي ما انتقامات، وليست تابعة لمحاكم الشعب أبدا. وكل اللي بيصير هاي ما إلا هي حرب طائفية، هي حرب طائفية لا أكثر ولا أقل، مشان تعرفوا شو اللي عم بيصير.
طبعا أنا باعتقادي أنه هاي الحرب اللي عم بتصير الطائفية راح تمتد لمناطق عديدة جدا، وراح يصير انتقام حتى من المسيحيين نفسهم أيضا، وراح يدخلوا كل الطوائف الموجودة في سوريا على الخط، إن كانوا مرشدين وإسماعيليين وعلويين وشيعة وكل هؤلاء، يعني نحن ذاهبين إلى نفق في سوريا مجهول جدا. وهاي أنا حذرت منها قبل سنتين، بالتحديد حذرت منها قبل سنتين، وقلت لكم إنه سوريا إذا استمر الوضع ما عليه، وكان النظام بأوج قوته وقتها، نعم، مثل أحداث العراق 2006، تتذكروا الجثث مجهولة الهوية والدريلات وعمليات الانتقام وتصفية العلماء اللي كانوا موجودين بعد سقوط نظام صدام حسين، يعني ما خلوا عالم ولا طيار ولا مهندس ولا كيميائي ولا أي شيء. الآن يتم نفس العملية تماما، قتل جميع العلماء السوريين والانتقام منهم بصمت، قتل القضاة، قتل علماء، أحد العلماء الذرة اللي كان مشهور، قتل دكاترة الجامعات، لتحويل المجتمع السوري إلى مجتمع بدائي مرة أخرى، وإرجاع سوريا لورا سنوات عديدة جدا، وهذا اللي عم بيصير. فالوضع ما بيبشر بالخير نهائيا على المستوى السوري. نحن ذاهبين إلى تقسيم لا محالة بالطريقة هاي، ورح نشوف بوادرها خلال الفترة القليلة القادمة. عندما سقط النظام قلت لكم بس امهلوا الموضوع 3 أسابيع. ليش؟ من النواحي النفسية طبعا، اللي دارس علم النفس يفهم المسألة هاي. سقط النظام، سيطر تنظيم القاعدة على كل سوريا، وهذا كان مخطط، هذا كان مخطط من الدول الغربية وإسرائيل، بأنه تنظيم القاعدة هو الذي يستلم زمام المبادرة في سوريا كلياتها. هذا ما جاء من عبث مشان تعرف. وخرج علينا وزير الدفاع الإسرائيلي من يومين وذكر هذا، وقال لتركيا، بخطاب لتركيا، مو انتوا اللي اسقطتوا الاسد، ها مشان يكون بعلمكم، نحن اللي اسقطناه. وهو صادق بما قالوا، فعلا هم اللي اسقطوه، وهم اللي ارادوا تنظيم القاعده يسيطر على سوريا كلياتها. ليش؟ لحتى ياخذوا الجنوب. شايفين انتم تقدم الاسرائيلي بالجنوب، ولا ابن مره من السياسيين والمعارضين السوريين يذكر هذا الامر، ولا بيجيبوا على لسانه، ولا بيجيبوها من سواء على منصات التواصل الاجتماعي، سواء على القنوات الفضائية، سواء في الاجتماعات، ولا ابن مرة بيذكر حرف واحد عن جنوب سوريا شو اللي عم بيصير فيه. طبعا مو شاطرين، بس قسد وقسد وقسد وقسد، وعاملين عدو وهمي مشعلين سوريا فيها كلياتها لحتى يبعدوا الأنظار عن العدو الحقيقي اللي شو عم بيصير بسوريا. الساحل السوري ما رح يضل هيك طبعا، رح تدخل هلا قوى عديدة جدا تقوم بدعم العلويين، سواء كانوا شيعة، سواء كانوا شيعة لبنانيين، سواء كانوا إسرائيليين، سواء كانوا دول أخرى، حتى تشتعل حرب طائفية في سوريا رح تمتد لسنوات طويلة. ما في غير بغل واحد، بغل سياسي واحد، اللي هو عبد الحكيم بشار، اللي هو اللي طالب بالجولان وذكر بالجولان. أما البقية المعارضة الثانيين جابوا له طرف، قالوا له خيو هاي الجولان تبعيتنا وكذا، وهاي أنت شو دخلك؟ طيب يا ابني، لا المعارضة جايبة سيرة الجولان، ولا درعا ولا السويداء اللي شو اللي عم بيصير فيها، ولا حتى تركيا، ولا بني بشر على العالم. أنا بدي أفهم. طبعا نرجع للموضوع السياسي. بهذا الموضوع نحن رايحين لحرب طائفية طاحنة في سوريا، وراح تمتد إلى العراق، وأنا تحدثت أيضا هذول المقاتلين أجانب بعد فترة راح يتحولوا إلى العراق أيضا، وراح تصير فيها أيضا حرب
على مستوى الشرق الأوسط كلياته حرب طائفية ما بين السنة والشيعة وتنظيم كل التنظيمات لحتى ترجع ترسم الخرائط مرة تانية. أنا حكيت هذا الكلام من زمان، من سنتين كمان. قلت لكم في قلمين في المنطقة اللي هم بيمشوا كل المخططات العالمية. القلم الأول هو الإيران والأذرع الإيرانية، والقلم الثاني هي التنظيمات الراديكالية اللي محسوبة على السنة. طبعا من ضمنهم تركيا، ومتحدث عن هذا الموضوع. فأين محل هؤلاء؟ سيحل التقسيم. وانتم شايفين شو اللي عم بيصير بسوريا. أنا قلت لكم 3 أسابيع وراح تشاهدوا صورة مختلفة تماما عن اللي انتم شايفينها. يعني الكل كان يعتقد انه راح تصير حكومة ديمقراطية وراح كذا وحقوق الكرد ويلا هرولوا على الشام وكذا، وابو محمد الجولاني هو اللي راح يصير المسيح المخلص او المهدي المنتظر بالنسبة لسوريا في الدول كلياتها. وانا كنت اقول لكم هذا الكلام كله عاري عن الصحة وليس له اي اساس نهائيا. حتى لو شفتوا انتم دول عربية بتجي ودول بتروح وكذا، وهلا وزراء اتراك بيزوروا هنيك وتخيلوا يعني حتى ضاربين القانون الدولي بعرض الحائط. راح اشرح لكم بعض المواضيع السياسية الهامة للغاية. آه، بدأوا بالحديث عن مسألة ترسيم الحدود البحرية. وطبعا الأتراك بدهم يرسموا الحدود البحرية لحتى يقطعوا الطريق على اليونان وقبرص وإسرائيل في تلك الحدود البحرية. طبعا هاي كارثة كبرى جدا. لكن المصيبة الأتراك والأغبياء المعارضة السورية اللي مو فهمانينها أنه هذه الحكومة ليست حكومة شرعية حسب القانون الدولي. فعلى أي أساس سيتم الاتفاق مع هاي الحكومة على ترسيم حدود تعتبر حدود دولية؟ وهاي النقطة اللي كل أغبياء المعارضة ولا حتى الأتراك مدركين هذا الموضوع. لا يمكن إنشاء أي معاهدات دولية مع حكومة مؤقتة وحكومة غير شرعية وغير معترف فيها دوليا من منظمة الأمم المتحدة. يعني بكرة راحت هاي الحكومة، تركيا راح تشيل الملفات هاي كلها وتروح على محكمة العدل الدولية. نحن وقعنا مع الحكومة السورية إعادة رسم خرائط، إعادة رسم حدود، إعادة اتفاقيات دولية اقتصادية، غيره وغيره. كلها هاي تضرب بعرض الحائط. ليش؟ لأنه الحكومة بالأساس غير معترفة فيها دوليا. فلا تستطيع تركيا في المستقبل أنه تطالب بتلك الاتفاقيات. ما في شيء اسمه مطاط، قانون دولي مطاط يا سيدي الكريم. هذا بس عند الأغبياء المعارضة والأتراك والسوركين، لأنه ما بيفهموا بالمسائل هاي كلياتها. يعني أنت بتجيب 5 وزراء وبدك تسوي سكك حديد وبدك تسوي طرقات وبدك تسوي بنية تحتية ومطار دمشق ومطار حلب وغيره وغيره. هذا كلياته راح يروح هباء منثور على تركيا بعد فترة. نعم راح يروح هباء منثور. اتركوكم من تصريحات أردوغان. تصريحات أردوغان هي للداخل لحزبه، لا تسمن ولا تغني أبدا. نحن هلا بنحكي بالمسائل القانونية بالقانون الدولي. شفتوا أنتم بحياتكم حكومة انتقالية أو حكومة عسكرية بعد إطاحة بدولة تانية بتروح بتعمل اتفاقيات دولية؟ ما بيصير. ما بيصير هذا الشيء حتى من الناحية القانونية. لكن تركيا تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى عولمة الجولاني، وتحاول مع الدول العربية كلياتها بأنه تعترف بالجولاني وياخذ مع قائد الجامعة العربية أيضا، وبعد فترة تنعمل انتخابات شكلية ويسجل بالأمم المتحدة الحكومة السورية الجديدة، ووقتها تكون الاتفاقيات هاي جارية. لن تنجح تركيا بهذا الأمر. لن تنجح تركيا بهذا الأمر نهائيا، لأنه رح يدفعوا سوريا كلها والطوائف الموجودة إلى حرب طائفية طاحنة
راح تعطل كل الاتفاقيات اللي راح تحصل. سيضطر الأتراك إلى التراجع خطوات عديدة إلى الوراء. لن تقبل إسرائيل أبدا ولا بأي شكل من الأشكال أنه يعيدوا رسم الخطوط البحرية. نحن بنعرف حسب القانون الدولي أنه أي جرف صخري 100 ميل بعمق البحر هي تعتبر حدود تلك الدولة، يعني مياه إقليمية. طبعا نحن عندنا بنقول من جزيرة أروات إلى قبرص كم كيلومتر فيها، كم ميل؟ للأخوة اللي مثقفين، كم ميل؟ ما في 100 ميل، ما في 100 ميل. فهون بتصير لسوريا الحق أن تكون مياه إقليمية بالتقاسم مع اليونان وقبرص. طبعا احنا حكينا عن موضوع قبرص قبل شهر شهرين تقريبا، ووضحت الأمور كلياتها. شفنا أولت امبارح قبل 3 أيام اتفاقية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وقبرص، وامبارح بالليل كان في اتفاقية جديدة ما بين قبرص وإسرائيل، واتفاقية دفاع مشترك مهمة للغاية لم تكشف مضمونها. فهي العملية كلياتها محاولة السيطرة على حقول الغاز الموجودة قبالة السواحل المتوسط اللي تقدر بآلاف تريليونات من المكعبات من الغاز، الأمتار المكعبة طبعا. فالصراع كبير جدا ما بين الدول الأوروبية وتركيا وإسرائيل. أنا مثل ما قلت لكم لن تسمح إسرائيل أبدا. إيدي كوين أعلن امبارح، ما بعرف والله، ما بتابعه. لن تسمح إسرائيل أبدا بأنه يجري أي اتفاقيات رسم حدود بحرية مع سوريا. وطبعا هنا مصر كمان تتأذى بشكل كبير جدا. مصر أيضا لن تسمح بهذا الشيء. هذا الشيء اللي راح يصير. طبعا هدول الأغبياء السوريين مفكرين تركيا دولة عظمى ودولة بدها تسوي. تركيا تبحث عن مصالحها أكيد، لكن الأتراك لن يستطيعوا أن يقاوموا بشكل كبير العالم كلياته. وراح نشوف خلال الفترة القليلة القادمة المستنقع اللي دخلت فيه تركيا في سوريا راح ينعكس إلى داخلها، إلى داخل تركيا نفسها. أستاذ أنا في قبرص من 27 سنة. تحياتي لك أخي. لأنكم تتعاملون ليس بأسلوب دولة، وهذا الذي سوف قد يعني يقض مضجعكم وقد يجعلكم تذهبون إلى يعني ما لا مصير إسرائيل في خطر يا دكتور مهند كما تعتقد أنت؟ هناك من سيحاول يقول عكس هذا، خاصة بعد 7 أكتوبر وكل ما تفعله في المنطقة. إن لم تلتزم بالقانون وتعترف بدولتين على حدود 67 فهي في خطر. إذا اعترفت في دولتين على حدود 67 نستطيع أن نقول بأنها تقرأ الواقع بشكل جيد وتذهب مع القانون الدولي وعلى المجتمع الدولي، وإلا فالأمور سوف تكون سلبية بطبيعة الحال. تفضل دكتور إيدي. وأنا مثل ما عم يتدخل بشؤوننا الداخلية، أنا بقول لك يا مدام لورين، نعم. تركيا لازم تنسحب من ليبيا، تركيا لازم تنسحب من سوريا، تركيا يجب أن تعترف بأذناب أجدادها أنه قتلوا مليونين أرمني، وتركيا يجب أن تسمح بقيام دولة كردية بجوارها. دولة كردية. أنت بدك دولة فلسطينية، بدك أنا أعمل دولة فلسطينية، أنت اعمل دولة كردية قبل كل شيء، اعمل دولة كردية. دكتور مهند لو سمحت لا نسمع بسبب الصوت. نعم تفضل. أنا عم بقول له يعمل دولة كردية أول كل شيء. لما بيكون في دولة كردية بعدين بنفكر إذا بنعمل دولة فلسطينية. تركيا يجب أن تعترف بأذناب أجدادها اللي قتلوا، ولازم يرجعوا لهم الأموال لأرمينيا، مليارات الدولارات. قتلوا الأرمن، قتلوا المسيحيين. من فضلك ليكمل الفكرة. تحدثت كثيرا أنت، لنعطي قليلا لدكتور إيدي يكمل. تفضل.
قتلوا عم بقول الأرمن، قتلوا المسيحيين، قتلوا السوريين، قتلوا الخليجيين، أخذوا أموال من خاشقجي لحتى سكتوا ما فضحوا السعوديين. بتركيا بيقول لك دولة قانون، من 5 دقايق بيقول لي أنتم حلفاء أمريكا، هلا بيقول لي يتفاخر إنه هو معناته يناقض نفسه بنفسه. دكتور أغلو، هيدي أول مرة بنشوفك، يعني أنت تناقض نفسك بنفسك. يا مع امريكا يا ضد امريكا. تفضل دكتور مهند. يا مع امريكا يا ضد امريكا. وفيما يتعلق بالتدخل بالشان الاسرائيلي يقول لك اولا اعطوا الكرد دوله من ثم تحدثوا عن فلسطين. نحن لم نقم كما قامت اسرائيل باحتلال اراضي فلسطينيه واقامت عليها دولتها. اصلا عبر التاريخ لم توجد دولة اسمها تركيا. تركيا تشكلت في عام 1923. قبلها كانت الدولة العثمانية، لم تكن دولة تركية، لم تكن يوم من الأيام دولة تركية. أول شيء تصحيحا لمعلومات الأستاذ إيدي كوهين أو الدكتور إيدي كوهين، لم تكن في التاريخ هناك دولة اسمها دولة تركية. بالطائفية أو حتى ضمنها راح نتوجه إلى الحرب الأهلية ما بين السنة نفسهم ما بين تلك الكتائب اللي موجودة وتنظيم القاعدة، وبدها تصير كلها شوربة. في مناطق راح تسيطر عليها بعض الكتائب اللي راح تظهر فجأة نجمها ويسطع، واللي هي بدول عديدة راح تدعمها في داخل المناطق السنية، وتسيطر على محافظات وتعلن فيها مزبلة لحالها، يعني دويلة لحالها. ومناطق أخرى راح يسيطر عليها تنظيم القاعدة الإرهابي اللي راح يقسم المنطقة. أيضا الساحل راح يكون في دعم دولي راح تشوفه بالفترة القادمة، ودول عديدة بالعالم راح تتدخل وتسلح. عندنا العلمانيين اللي موجودين أيضا، واللي ما بيقبلوا بحكومات إسلامية راديكالية في الشام وغيرها. ولدينا احنا شرق الفرات اللي هو مدعوم من الغرب، أصبح واضح هذا الدعم أيضا. كل التصريحات صادرة من الغرب كلها أنه هاي منطقة لا يمكن المساس فيها. وبكرة غدا لناظره قريب رح نتواجه كلياتنا، وهذا الكلام مو هلا قايله أنا. تذكروا عند كمال بكور قبل 2 كنت أقول لكم 5 و5 أقاليم وما في فيدرالية، وقلت لكم يعني أكبر تصور ممكن يكون كونفدرالية بأكبر تصور. تسجيلات كلها موجودة من 1.5 سنة اللي كنت بتحدث فيها. يعني إذا أخذوا كونفدراليات أنا راح يكون توقعاتي يعني نوعا ما ضئيلة، لكن لا أتوقع حتى مسألة الكونفدراليات. فمسألة والله الحكم الذاتي وبدنا نسوق شكل وفود وبيردون يروحوا علشان بدكم تحاوروا مين؟ تنظيم القاعدة الإرهابي، كتائب السوركية التركمانية المنفلتة. امبارح السلطان مراد، جيبوا لنا عصه، امبارح السلطان مراد أعلن بشكل رسمي بأنه لن يلقي سلاحه ولن ينضم إلى الجيش اللي راح يتشكل في سوريا. بده مزبلة لحاله سلطان مراد بالذات. السلطان مراد بالذات بده مزبلة لحاله. هؤلاء كلهم مزبلة وعليها ديك، وكل ديك على مزبلته صياح، ولا حدا موجود في غرب الفرات يقبل انه يحل نفسه ويلقي سلاحه. وبكره هذا الكلام راح اذكركم فيه كلياته. وشايفين هذول المكوعين، هؤلاء المكوعين هلا وكله بمجد ابو محمد الجولاني وسوريا ديمقراطيه وكانوا بيدافعوا عن الاداره الذاتيه. هلا رجعوا شوي، عم بيرجعوا كمان بيدافعوا عن الاداره الذاتيه وكذا وهي، ومفكرين انه سوريا راح تصير فيها دوله ديمقراطيه، وانه ابو محمد الجولاني زعيم الديمقراطيين في العالم كلياته ودوله تعدديه، ولازم نحن نروح هنيك ونعمل لقاءات معاه ونشكل معاه الحكومه الجديده مشان يكون لنا ايش
حق في الدستور السوري الجديد. إذا صار دستور سوري جديد معناته أنا لا أفهم بالسياسة إلا إذا كان من طرف واحد هم اللي راح يعملوا، وهي نشوة الانتصار اللي حكيت لكم عنها 3 أسابيع. قلت لكم فقط 3 أسابيع، حددت لها 3 أسابيع. أنا كنت متوقع أسبوعين بصراحة، بس زودتها أسبوع من عندي، وأنتم شايفين هلا شو اللي عم بيصير في سوريا. خلونا نستنى ليوم الأحد، راح تتغير الصورة بشكل كامل على اللي موجود في سوريا. نعم، كل الحب والاحترام لكمال بكور اللي كتب لي، كل الحب والاحترام، ما غير مبدأه من يوم ما طلعت معاه. الوحيد اللي بقي ثابت على مبدأه هو الأستاذ كمال بكور. على فكرة أنا ما عندي خلاف معها أبدا، أبدا ما في خلاف، ولا حتى شخصي. زلمة لا بيني وبينه مصاري، ولا بيني وبينه شغل، ولا أي شيء وكذا. وهاي كنت أطلع عنده، أطلع فترة وصار مشادة كلامية بسيطة بيني وبينه، ما لا علاقة أبدا، ولا حتى فيها خطأ، يعني إنه هو خطأ علي أنا غلطت عليه، لا أبدا. بس أنا شايف الموقف تبعه موقف ثابت، وهذا المهم. ما عندي شغل شخصي مع حدا نهائيا، أنا المهم الخطابات. ما بعرف والله أبو خليل، ما بتابع هدول. كل حلو والاحترام لكل الأخوة يعني، بس أنتوا كتبتوا الاسم فأنا حبيت أقول هذا الموضوع. أنا ما عندي خلافات شخصية مع أحد، بالعكس. لكن اللي شفتهم ثابتين اللي ما كوعوا، أحدهم هو كمال بكور بصراحة، والأستاذ محي الدين لا كل الحب والاحترام إله. هذول اللي ما كوعوا، والباقي كله كوع، كله كوع ووقع في المصيدة تبعيتهم. وبعد كم يوم رح يرجعوا مرة تانية بعد ما تخلص 3 أسابيع، وبيصيروا مرة تانية معانا، وأنا مع الكرد مرة تانية. أنا بحكي عن المنابر الكبيرة يا شباب، لا تذكروا لي المنابر. يعني كل الحب والاحترام لكل الأخوة، كل من لم يغير مبدأه وموقفه، فهمان اللعبة هون. ما بدنا نذكر أسماء لأنه ما بيصير لا نصغر من حجمهم ولا حتى نكبر من حجمهم، ما يصير هذا الشيء. فكل الحب والاحترام لكلياتهم، محمد يسر، أبو خليف، أبو خليل، كل شخص، قوصي، كل الأخوة اللي ثابتين بمواقفهم ومبادئهم. على كل، هذا الحديث كل ما تشاهدونه الآن بدي أقول 3-4 جمل باللغة العربية كمان، وبدنا نحول اللغة الكردية. طبعا كل ما تشاهدونه الآن من كلام إنه والله سد الفرات سقط، ما بعرف إيش، هذا كله بروباغندا إعلامية. إلى الآن المعارضة الغبية والصفحات تبعت السوركيين تتبع نفس السياسة والمنهج، إنه بالحرب الخاصة تستطيع انه تقدم الشيء، او انه حصل مع النظام قادرين انه يعملوا ايضا معانا نحن. وهذا الكلام واهمين جدا فيه. طبعا السد بعيد عنه جماعة المرتزقة كتير، وتم السيطرة على قرى كتير بعيدة، واليوم جابوا تعزيزات عسكرية وتم دحرها بشكل كامل. مدينة منمج أمهلوها 48 ساعة، 48 ساعة أمهلوا مدينة منبج 48 ساعة. خلال ال48 ساعة هاي يجب عليهم إلقاء سلاحهم والخروج من المدينة، ولا سيتم اقتحامها. لسه 48 ساعة ما انتهت. أمهلت قوى سوريا الديمقراطية الكتائب اللي موجودة في مناطق رأس العين وتل أبيض إلى 31 الشهر لتسوية أوضاعهم، مع ضمانات بعدم التعرض لأحد نهائيا، لأن الحدود التركية مقفلة ولا يستطيعون الخروج. فأمنت لهم قوات سوريا الديمقراطية حركة أنه يطلعوا من رأس العين وتل أبيض ونقلهم إلى مناطقهم الأصلية، إن كانوا من حمص ولا كانوا من دير الزور وغيرها، من دون أي مساءلة. لا، ما نفوا الخبر، لأنه موجود على صفحات قسد. هذا الخبر المركز الإعلامي لقوات قسد هو اللي ناشرها، مو أنا صلاح الدين. منشورة من الصبح وعم ينشروها كلياتها.
طبعا الأخبار كثيرة كلياتها موجودة. مقتل 5 من المرتزقة وجرح اشتباكات مع قواتنا جنوب شرق منبج خلال ساعات مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء. جرت اشتباكات عنيفة بين قوات مجلس منبج العسكري ومرتزقة الاحتلال التركي جنوب شرق مدينة منبج، حيث قتل 5 مرتزقة وتم تدمير 3 عربات عائدة لهم، إضافة للاستيلاء إلى كميات من الأسلحة والذخيرة العائدة للمرتزقة. قواتنا التي استخدمت حق الدفاع المشروع والرد على الهجمات استهدفت بشكل مكثف نقاط وتمركز المرتزقة في تلك المناطق. وفي جبهة جسر قرقوزان استهدف الاحتلال التركي بالمدفعية الثقيلة محيط الجسر، إضافة إلى مطار صرين، وأسفر القصف المدفعي عن أضرار مادية فقط. وفي منطقة الرزقان هاي قريبة من تل تمر طبعا استهدف الطائرة مسير الاحتلال التركي نقطة لقوى الأمن الداخلي أسفرت عن استشهاد أحد الأعضاء وذلك عضو في قوات الانضباط العسكرية، إضافة إلى إصابة 4 آخرين من قوى الأمن الداخلي. المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية 25 ديسمبر كانون الأول 2024. لكن إذا الدنيا كلها تتكوع الأستاذ عبد الرزاق ما يكوع. أنا ما بذكر اسمه لأنه أنا بعرف شو هو. على فكرة واحد من الناس اللي جدا جدا أنا بعزهم، صح ما في تواصل، ما بطلع معه، ما بيطلع معي، لكن أنا وياه واحد. أنا وياه واحد. كل الحب والاحترام للأستاذ عبد الرزاق، ما بتجيبوا سيرته نهائيا. أستاذ عبد الرزاق، أستاذ عبد الرزاق شيء مختلف تماما عن كل الناس اللي بتشوفوها. هذا كل ما كان عندنا. بدي أقول جملة تانية وهمة للغاية جدا هاي الجملة. شوفوا خلال الفترة اللي راحت طبعا التحالف الدولي الولايات المتحدة الأمريكية الآن سيطرت على مدينة كوباني وعملت فيها قواعد عسكرية ثابتة الآن. وشفتوا أنتم كلياتكم على الأخبار والقواعد اللي راح تتم. نعم قاعدة في كوباني وقاعدة ثابتة. الشيء المهم للغاية، في هناك من الواضح من خلال مشاهدتي خلال فترة الفاتت كلياتها هناك منع أو شيء مثل الحظر الجوي الموجود على شرق الفرات. شيء مثل الحظر الجوي الموجود على شرق الفرات ممنوع تركيا تستخدم فيها الطيارات تبعيتها بشكل نهائي. من كل المعارك اللي حصلت سواء كانت في منبج ولا كانت في كوباني ولا المناطق الثانية لم تستعمل تركيا طياراتها بشكل نهائي باستثناء المسيرات. طبعا هنا الأغبياء ما بيعرفوا شو الفرق بين المسيرات والطيارات العادية. المسيرات هي طيارات لا تعتبر عسكرية، هي عبارة عن طيارات تجسسية بالأساس، يعني طيارات استطلاعية تم استخدامها في رمي الأهداف أيضا عن طريق إيش؟ تسخيرها. لذلك طيارات المسيرة لا ينطبق عليها كما ينطبق على الطيارات العادية. وشفنا نحن أيضا إسقاط طيارات البيرقدار من قوات سوريا الديمقراطية، هذا كمان قلص بشكل كبير من القدرات التركية باستعمال الطيارات المسيرة. وشفنا خلال الفترة اللي فاتت أيضا ظهور مسيرات كردية من 3 أنواع، محلية الصنع، وعملت فارق كبير جدا على الأرض بالمعارك اللي حصلت. هذا كمان نقطة هامة للغاية من خلال مراقبتي طبعا هذا الكلام. طبعا بدنا ننتقل باللغة الكردية الآن.